بلبل عنده حق. انا هكمل في اللي بدأته ومش هتطلق غير لما اخد الفلوس كلها. انت اتغيرتي خالص يا عايده. لو ما اتغيرتش بعد كل اللي شفته بحمارة. وعلى فكرة جعفر مش بني آدم وحش ولا حاجة، بالعكس ده بني آدم جوه كويس قوي، يمكن أنظف من ناس كتير قوي قابلناهم في حياتنا. هو يمكن مش متعلم بس متحضر. كفاية قوي إن هو صبر عليا لغاية دلوقتي من ساعة ما اتجوزنا وما غصبنيش على أي حاجة. ساعات كده بحس إن هو سوبرمان ودمه خفيف. بس هو من حتة وأنا من حتة تانية خالص. صعب جدا إن احنا نتفق. بلبل قبل ما انسى، عايزاك تسألي على الاسم اللي في الورقة دي. بتروح السجن اللي كان فيه بابي الله يرحمه. عايزة أعرف بتزور مين. اوكي، بس تطلع مين وداد فتوحة عبد الغني العطار دي؟ مرات أخو جعفر. السرقة من عند يارا ولا ايه؟ أيوه. مالك؟ مفيش، متضايقة شوية. متضايقة من ايه؟ أبويا خلاص ما بقاش قادر يستحمل العيشة في السجن. يا حبيبي تعبان قوي، نفسه يرتاح. الله يهون عليه. ميرسي. هاجي معاك الزيارة الجاية. لا، قصدي مفيش داعي تتعب نفسك. كمان مش عايزة أحرجه ولا أضايقه. مش معقولة أول مرة يشوفك فيها يشوفك في السجن. مصيرك. يلا اطلعي. أنا مش هينفع أفضل كده كتير، لأ. أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل لي وليه حظي عامل كده. سرايا، أنتِ مش سامعاني يا سرايا؟ يا لهوي يا لهوي. إيه ده؟ عاملة كده ليه؟ امبارح بابي جالي في الحلم وقال لي انت السبب في كل اللي حصل لي. انا بمثل ان انا كويسه بس انا تعبت خلاص، مش قادره. ما تعمليش في نفسك كده، ده عمر. حتى لو كنت بدأتي مع جعفر بدري كان هيموت برضه قبل ما تخرجيه. اصل انت ما شفتهوش اخر مره زرته، كان متبهدل قوي، كان تعبان يا حبيبي. وربنا اختار له انه يرتاح، وانا كمان شايفه انك لازم ترتاحي وتهربي من اللي انت فيه. بقول لك ايه، انا على اخري وماسكه نفسي بالعافيه. عايزه افضل ورا جعفر لغايه ما يديني الفلوس ويطلقني وامشي، او اسافر واروح في 60,000 داهيه. يا رأفي دلوقتي انا مخنوقه، مش قادره اتكلم، صوتي مش طالع. باي. صباح العسل. صباح الخير. وايه الصباح الحلو ده؟ بشتولي من الاول. انت فهمت ايه؟ انا طالعه لك علشان نتكلم. كفايه كلام. لا بس كلام عن كلام يفرق. جعفر، هو انت ليه ما تدينيش فرصه يمكن مثلا احبك؟ اخيرا كنت عايز اسمعها من زمان. حبيتني؟ لا، في يمكن انت ما خدتش بالك منها. قلت يمكن قبلها.
يمكن اصل الحاجات اللي انت عايزها دي يا جعفر عايزه روقان بال. وانا بالي مشغول الايام دي. بريح بالك يا أما. بالك مشغول بإيه؟ جعفر لو انت دلوقتي اديتني الفلوس عشان اخرج بابا من السجن، وانا مثلا يعني طلبت منك انك تطلقني، هعرف افلت منك؟ اكيد لا. انت قوي جدا وهتجيبني كده من قفايا. لا والله، اشتريت أنا كده. جعفر يا اما تديني الفلوس اخرج بابايا من السجن، يا اما والله ما العظيم. قلتلكيش أنا سبت العالم ليه وأنا عيل صغير؟ لا. أهو بسبب يا إما دي. اترفدت من المدارس بعدد شعر راسي بسبب يا إما. أسمع يا إما أضرب اللي قدامي واترفد. لحد ما دخلت مدرسة الوراق الثانوية، أبويا حدفني في الوراق مع إني من السيدة زينب مش غريب. نظرة المدرسة قالت لي يا جعفر، يا إما تبطل خناق يا ما أشوفش وشك في الوراق. اللي ما تعرفوش إن أنا دايما أختار يا إما الأصعب. فما روحتش المدرسة تاني. بيني وبينك الوراق بعيد. قوم اعمل لنا فطار يلا. قوم يا أما قومي. يخرب بيتك يا شيخ. قومي قومي، ربنا يهديكي. ربنا يهديكي. يا إما إيه؟ هو سيد موجود يا وداد؟ ايوه بس اشمعنى؟ اصل كنت عايزه اساله سؤال. ليه مراته بتروح تزور شوقي فتح الله في السجن؟ هو مش شوقي فتح الله ده اخو دلال اللي دخل السجن عشان حاول يقتل جعفر؟ ايه مالك؟ عايزه اقولك ان بتوع الزمالك كمان بيعرفوا يفكروا كويس قوي، بس بنكسل. عارفه لو فكرتي في يوم من الايام تضايقيني تاني هقول لكل العماره بيت بيت. سامعه؟ قولي حاضر. حاضر حاضر يا عايده حاضر. في حاجة يا وداد ولا ايه؟ في. اصل انا قلت اجي اصالح وداد علشان ما ينفعش نبقى في بيت واحد ونفضل متخاصمين. مش كده يا دودو؟ صح يا عايده بنت اصول. اتفقنا؟ اتفقنا، دايما متفقين يا حبيبتي. باي يا روحي. شفتي؟ هي جت لحد عندك ورضتك. الألم اللي اديته لجعفر رعبهم كلهم وظبط الدنيا. أنا برضه مش فاهم يا جعفر، ليه مش عايزنا نسلف عبده حسين؟ عشان عبده حسين ليفا. طب سيبك من عبده، ليه نقطع الشغل عن أخوه؟ عشان ليفا برضه. فتحي حسين ليفا زي أخوه. أقول لك على حاجة، أبوهم الله يرحمه كان ليفا، وعمري ما اتعاملت مع العيلة دي من سنين. اللي رايحك يا جعفر. لا ده كلام ما يتسكتش عليه ابدا. تعالي اقعدي يا إيه اللي صاحبي. ما تسكتش عليه؟ ولا اقعد ولا هبب، اقعد قولي له يا اختي سمعتي ايه؟ حاضر. إيه اللي حصل؟ بصي ما تقولي يا اختي انت ايه؟ القطه قطعت لسانك، ما تنطقي يا بت. طب يا حاجه اديني فرصه هقول له اهو. انت لسه هتاخدي نفس يا بت اتكلمي. ياما سيبيها تقول. خير يا دلال. بصي يا جعفر، وانا معديه جنب اوضه البت اللي اسمها عايده سمعتها بتتكلم في التليفون. سمعتها صدفه بتتكلم مع حد وبتقول له انها متجوزاك علشان تقلبك في قرشين وتخلع. وانتوا جايين عشان تقولوا الكلمتين دول؟ هو انت عايز تسمع ايه تاني؟ اما انتوا فاكرين عيل صغير بيلعب كوتشينه على القهوه؟ اللي ربى خير من اللي اشترى. ده انت اللي مخلفه الديب ده. في ست خلقها ربنا تعرف تضحك على دماغي. انت ازاي يا ابني تنام جنبها في فرشه واحده وهي بتفكر فيك كده؟ لما النفط مقابل الغذاء بقى. غذاء ايه وفط ايه ونط ايه؟ يا ولا انت لازم تطلقها. عداكي عيب يا حاجه، لازم تطلقها. حول ولا قوه الا بالله.
اما انت قطعتني في الشغل دلوقتي وقاعدين بنقفل حسابات الاسبوع. بالله عليك اطلعوا نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. يلا يا حاج انا عايز. ايه؟ خليك يا واد يا نعيم شاهد، بركه انك قاعد اديك عارف ان انا نصحته ومفيش فايده. يا صفا فين؟ اهو عبد الجواد اديك شاهد ان انا نصحته. طب شيل كده ليه؟ يخرب بيت سنين كان ارجس. شيل كده ليه يا بت؟ يا بت طينا من امتى؟ من امبارح بالليل، بس نرجس جوه ما رضيتش اخبط عليك. وايه اللي جابك؟ كنت عايزه ابقى معاك. اللي في دماغي صباح الرزق 5 دقايق بنت نرجس هتقوم من النوم وتنزل واحنا مع بعضينا. ده كان امبارح، فرصتك راحت. دي جت عشان تروح، دي جت عشان تروح. بقول لك 5 دقايق ونرجس هتغور واحنا مع بعضينا. حبيبي يا جعفريكا، حبيبي حرام عليك. حبيبي يا جعفريكا، حبيبي يا أسمريكا، حبيبي حرام عليك. حبيبي يا جعفريكا، حبيبي حرام عليك. بحبك، انا بموت فيك يا بحبك قوي يا جعفر. يا بت وانا بموت فيك يا بت. بحبك قوي يا بت وانا هطير يا بت، يا بت وانا معاك اهو. انا بحبك وانا بموت فيك يا نرجس قوي. وانا يا بت يخرب بيتك شبه بكار كده البتاع ده. يا بت انا يا بت أنا. شايفه البت، شايفه البت داخله لا سلام ولا كلام. ان شاء الله تقعي على بوزك. والله يا صباح انت قعدتك ما يتشبعش منها، احسن من قعده العقارب اللي تحت دول. طب ما ديكي قاعده، ايه اللي هيمشيكي؟ لا معلش عايزه انام بقى. يلا تصبحي على خير. طب يلا. لا خليكي انت، انا عارفه مكان البيت. ميرسي. استر يا رب، استر يا رب، استر. الحقونا، حد قتل عايدة، حد ضربها. يا لهوي يا لهوي، الحقوني الحقوني، حد يلحقني يا ناس. يا الحقونا عايدة، يا جعفر الحقني يا جعفر. يا لهوي يا لهوي، عايدة عايدة، حد ضربها يا جعفر. يا لهوي
جرى لها ايه؟ حد قتلها اهو بالبتاعة دي اهو بالبتاعة دي حد ضربها على دماغها عايده بالبتاعة دي اهو بالبتاعة اهي عايده مفيش حد موجود يا بيه. امال فاطمه فين؟ لا الحاجة فاطمة تعيش انت. عايش انا؟ يعني فاطمه ماتت؟ عايش انا؟ فاطمه ماتت وعايش انا. عايش انا. يلا يا عايده بقى، ممكن تاكلي عشان تعرفي تاخدي الادويه زي ما الدكتور قال. مش قادره والله يا يارا. اوف يا مسعيد. انا من بدري نمت ولا ايه؟ نايم يا معلم؟ ده انت شغلك مالي المستشفى كلها. بس شموزة يعني حلو. ازيك يا يارا؟ ازيك يا معلم؟ ازيك يا بلبل؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. مين اللي عمل كده؟ انا عايزه اتطلق. وانا بقول لك مين اللي عمل كده؟ وانا بقول لك عايزه اتطلق يا جعفر. وماله؟ سمعتش انا عن مأذون بيجي مستشفى قبل كده. ممكن ادخل مستشفى لو كان جاي يقيس الضغط من كتر حالات الطلاق اللي بيشوفها. طيب احنا هنسيبه شويه لوحده. طب عايده بصي، هنمشي دلوقتي ونبقى نرجع لك تاني. سلامتك يا حبيبتي. باي باي يا معلم. سلامتك يا حبيبي. رايح فين ايه يا معلم؟ ايه يا معلم؟ ليه رايح فين؟ دي اختي والله، زي اختي. زي اختك من بعيد. حاضر يا معلم. معلش يا يارا اغلبك. ايه بس؟ استنى انت وبلبل معاه، بس عندي مشوار ساعة زمن كده وراجع على طول. مفيش مشكله. من بعيد يا بلبل. اهو يا معلم. طب اقعد هنا يا معلم اهو. يا وداد وداد يا وداد وداد يا وداد وداد الحمد لله، التحاليل والاشاعات كلها كويسه، هكتب لها على خروج. الحمد لله رب العالمين. كتر الف خيرك يا دكتور. بعد اذنكم. ميرسي. اتفضل. ان شاء الله دماغك ناشفه. مين اللي عمل كده يا عايده؟ طب شفتيه؟ شفت مين اللي عمل كده؟ جعفر انا لسه برضه عايزه اتطلق.
الامور العاديه دي نتكلم فيها في البيت، نمشي بس من المستشفى. بكرهش في حياتي قد المستشفيات. كل حاجه وحشه حصلت لي في مستشفى. فرقت ابويا في مستشفى. قلبي اتحرق على ابني فيها. بروح ويقول لها الف حلال. حاضر. بسم الله. نورت بيتك. ميرسي. الحمد لله على السلامة. مأذون المنطقة اتصال. وما أبغض الحلال عند الله طبعا. ربنا يسامحنا. ألو، أنت يا ابن مأذون المنطقة؟ ادينا أبوك يا حبيبي، قول له عايزه في شغل. عايز أطلق. إلا اللي عمل رجعون. إمتى يا ابني حصل الكلام ده؟ كان عيان يعني ولا مات كده لوحده؟ طبعا. شد حيلك وربنا يجعل آخر الحزان. لا خلاص بقى، أجل الطلاق شوية. مع السلامة. ولا قوة إلا بالله. قولي لا إله إلا الله. قولي لا إله إلا الله. لا اله الا الله. دول المنطقة تعيش انت. مات. مش مكتوبة لنا. مش ميسرة. الحقني يا جعفر، الحقني يا جعفر. يا سيد في ايه؟ انا مش لاقي ودان. دورت عليها، ما يمكن في الحمام ولا في البلكونة يا سيد. بقول لك مش لاقيها يا جعفر. لمت هدومها وطفشت. طفشت عشان هي اللي عملت فيا كده. انت شفتيها؟ لا ما شفتهاش، بس شفت اللي يخليها تعمل فيا كده. يا حياتنا كل حيرة. عايزك تطمني. اعطر بس في البيت وداد واجيب لك حقك. مش عايزك تجيبي سيره لاي حد على موضوع شوقي فتح الله ده. حاضر. انا اصلا مش بتكلم مع حد. يا عاقل يا عاقل يا حلو يا رزين. طب هو الكابتن مش كان عشمني برضه قبل الاصابه؟ تعرفي لما شفتك واقعه على السلم عرفت ان انت واخده حته كبيره قوي في قلبي. بجد؟ ورحمه ابويا. جعفر، ما تيجي نسافر في اي حته يومين مع بعض؟ موافق، بس ابقى انا وانت ولا حد تالتنا. نسافر فين؟ لبنان. شلها شجره الارز. دلدولة دلديلو دلدل. عايزه ايه يا ناقصه؟ بقى كده هو ده جزاتي ان انا جايه اراضيكي؟ عايزه تراضي واحده كانت عايز تقتل عايده؟ مش انت اللي قلتي الكلمتين دول ولا انا اللي جبتهم من بيت صبح ترموستات واتبليت عليكي بيهم؟ وبعدين انت شفتيش نفسك كنت بتتكلمي ازاي؟ نخلص منها، نسمها. بصراحة كنت في غاية الإجرام يا دلال. انت بياعة يا سرية. ما خلصنا بقى يا دلال، ما أنا جيت لحد عندك أهو عشان أعتذر لك. خلاص بقى حقك عليا، أنا غلطت لما خبصت عليكي. أعمل إيه؟ من ضمن عيوبي إني خباصة، بس خلاص أوعدك المرة الجاية هحاول ما أخبصش عليكي. دلال، لو كنت طوعتك عشان نخلص منها ونسمها كنت هتعمليها؟ لا طبعا يا سرية. أنا خايفة عليك قوي يا أختي، والنبي تسيبك من المسلسلات الكوري دي. قطعيها لاجل حبيبك النبي. أصلك ما بتشوفيش نفسك وأنت بتتفرجي عليها كده فجأة عينك تحمر وتروح قلبها لفوق زي دلوقتي كده.
عارفة ايه هو الحب يا عايدة؟ ايه هو الحب؟ الحب ده أقوى حاجة في الدنيا. لما بيدخل قلب الإنسان بيضعف. حب جليات يدخل القلب من غير استئذان ولا حتى يعمل تليفون ولا يبعت رسالة. بيدخل قلب الإنسان بينوره. أول حاجة بيصاحبها الضحكة، أول حاجة بيطردها التكشير. الحب أحلى حاجة خلقها ربنا. ربنا هو الحب. أنا بحبك. مساء الخير. حبيبي بس استاذنك تجيب لنا الشنط. صفاء استنى يا جدع انت. ايه صفاء دي؟ صفاء مين؟ صباح بالفرنش يعني كمان. صفاء You're sweet. صفاء Thank you. اللهم صل على النبي. لا حاجة عظمة. عشة فراخ كبيرة ما شاء الله. لا بس حاجة حلوة. شفت المكان تحفة ازاي؟ برافو عليا. برافو عليك يا عايدة، برافو عليك عامة. لا اللهم صل على النبي. سبحان الله. لو أنا جاي شفت شوية مناظر. انت لسه ما شفتش حاجة. تعال. في ايه احلى من انك تصحى على الفيو ده؟ مفيش أحلى من إنك تصحى على العيون دي. عجبني قوي كلامك عن الحب. متعب ابن اللذينة. بص جابني فين وموقفني ازاي. ده خلاني أقول صباح. انا كمان عايزة اتكلم عن الحب. الحب عند الست يعني تطمن. الحب عند الست يعني ما تخافش. اوعى في يوم تخوفني. أخوفك؟ الحب عند الراجل، وراجل من السيدة زينب، يعني يطمن مش يخوف، يعني يسند مش يميل. كان في راجل زمان بيقول ان المتعة في صيد السمك مش في اكله. انا بقول لك دلوقتي ان الراجل ده غلطان. المتعة لا في صيد السمك ولا في اكله، متعة في مجاورته. وانا بقى سمكة؟ لا سمكة ايه، انت عروسة البحر وانا عريس البحر. ممكن اعرف انت حبيت فيا ايه بالظبط؟ وايه اللي فيكي ما حبيتهوش؟ اول مرة كده وانت داخلة عليا
لقيت قمر داخل. لما سمعتك انك عامله برم، عامله انك عويطه، استوبتك كانت على وشك. قلبك حلو، عيونك حلوه، وشك حلو، زي القمر يا بت. البت دي اللي هي يعني بيبي عندنا، صح؟ بيبي عندكم بالظبط. بالظبط كده يا معلمه عايده. ذكيه. طول زمان كانوا يقولوا ان البت الحلوه دايما بتبقى بمخ حمار. والله العظيم كانوا يقولوا ان ربنا ما بيديش كل حاجه، بس اهو ربنا بيدي كل حاجه. دماغك حلوه، دماغك توزن بلد، بس ما توزنش دماغ معلمين. ميرسي يا معلم. قوليها التاني كده. ميرسي ولا يا معلم؟ لا يا معلم دي بيقولوها لي من وانا في اللف. ميرسي. ميرسي. طب المعلم كان عنده كلمتين عايز يقولهم لك. عروسة البحر يا حاج. مختار يا حياتي يا زينة. زي القمر. المفروض كانوا يسموك حورية. انت كمان شكلك حلو قوي النهارده. عاجب يعني؟ شور. مين عاشور؟ خريج الجامعة الأمريكية يا بنتي. جوزك معلم في السيدة زينب، وأنت دلوقتي من السيدة زينب، بتنتمي لحي السيدة زينب العريق. لما جوزك يقول لك أعجب، رد عليه تقول له تعجب الباشا. طب اسألني تاني كده. أعجب. تعجب الباشا. تعجب الباشا يا اسطى. يا اسطى بسكر لك كبوت عربية ولا بصلح لك شكمان؟ إيه يا اسطى دي؟ تعجب الباشا ودمته. خلاص. تعجب الباشا ودمته. استاهل بوسة ودمته دي. جعفر الناس. البلد اللي مالكش حد فيها بقى. ايه يا جدع انت؟ ايه يا عم في ايه؟ ده يديك الدنيا؟ ما الشارع واسع اهو. جعفر خلاص احنا مش في السيدة، انت ضربته بالقفا. وانا اصاصه في نص الشارع كمان. فين جعفر؟ مش عارف يا حاجة. السواق كلمني وقال لي انه فضل مستني المعلم هو الست عايدة قدام المطار بس ما خرجوش. تلاقي الطيارة فاتتهم ولا اتأخرت؟ لا يا ست صباح، هو برضه عرف ان كل الناس اللي على الطيارة خرجوا، وانه سأل على اساميهم لا كانت موجودة فعلا على الطيارة بس ما حدش فيهم خرج. فين جعفر؟ جعفر اتمسك في المطار بمخدرات، وقال لهم في المطار اني طلقت وقابلني بالصدفة عشان ما يمسكونيش معاه. ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بجلب مادة بيضاء اللون تشبه المواد المخدرة بين قوسين الهيروين بغرض الإتجار بغير الأحوال المصرح بها قانونا؟ والله ما اعرفش اي حاجه عنها بيه. ما الذي حدث إذن وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا؟ كنت راجع من لبنان يا بيه، وقفوني في مطار القاهره فتشوا الشنط، طلعوا الستة بتقول عليها مخدرات دي. متى وأين حدث ذلك؟ امبارح 4:30 الفجر تقريبا. وما سبب مناسبة تواجدك في الزمان والمكان سالف الذكر؟ لا مفيش، انا كنت في بيروت في لبنان. من كان برفقتك آنذاك؟ كنت لوحدي يا بيه، بس وانا راجع في المطار قابلت طليقتي صدفه. هل شاهدت وقعت القبض عليك؟ ما خدتش بالي الحقيقه. من قام بإلقاء القبض عليك؟ الشرطه، ضباط شرطه.
هل يوجد علاقة أو خلافات بينك وبين من قام بإلقاء القبض عليك؟ لا لا، ما اعرفوش، اول مره اشوفه بالظبط. هل قام سليف الذكر بتفتيشك؟ فتشني. وما الذي أسفر عنه ذلك التفتيش؟ لا اللي سيادتك بتقول عليه والله المخدرات، انا عمري ما شفت شكل الهيروين ده في حياتي. ملحوظة، حيث قمنا بفض الحرز رقم 20 على 1 مخدرات بعد أن تأكدنا من صحة بياناته وسلامة أختامه في مواجهة المتهم ومحاميه، ووجدناها عبارة عن مظروف بيج اللون، وبفضه تبين احتوائه على كيس شفاف بداخله مادة بيضاء اللون تشبه المواد المخدرة بين قوسين الهيروين، وبعرضهم على المتهم أنكر صلته بهم. وبوزنه على ميزان النيابة العامة الغير حساس وزن 234 جرام، هذا وقد قمنا بإعادة تحريزه مرة أخرى ووضعه داخل مظروف بيج اللون، وجمع عليه بشمع أبيض في 4 مواضع، وبخاتم تقرأ بصمته محمود السيد حسين وكيل النائب العام. هل لديك سوابق أو اتهامات مماثلة أو غير مماثلة؟ مماثلة لا، عندي قضية بس سنة مع إيقاف التنفيذ قتل خطأ، بس ده من زمان أوي. أنت متهم بجلب مادة بيضاء اللون تشبه المواد المخدرة بين قوسين الهيروين بقصد الإتجار بغير الأحوال المصرح بها قانونا. هل لديك أقوال أخرى؟ الحاجة دي مش بتاعتي يا بيه وربنا. أنا متأكد منه إنها اتحطت لي في مطار لبنان. أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم، وقد قررنا الآتي: أولاً، يحبس المتهم جعفر عبد الجواد خضر العمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. ثانياً، يحرر المتهم فيش وتشبيه وتطلب صحيفة سوابقه. ثالثاً، يرسل الحرز رقم 20 على 1 مخدرات بعد أن تأكدنا من صحة بياناته وسلامة أختامه للمعمل الكيميائي لفحصه وتحليله وبيان عما إذا كان يحوي ثمة مواد مخدرة من عدمه، على أن نوافق بتقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه. رابعاً، يطلب المقدم صلاح العشري لجلسة تحقيق بتاريخ باكر. خامساً، نسخ صورة من الأوراق وترفع لمعالي مستشار المحامي العام ليتفضل سيادته بمخاطبة مكتب التعاون الدولي بمكتب معالي النائب العام بشأن طلب تفريغ كاميرات مطار بيروت الدولي من خلال النيابة العامة لدولة لبنان. سادساً، تقيد الأوراق بدفتر حصر التحقيقات. سابعاً، تدرج الأوراق ببرنامج العدالة الاجتماعية. ايه يا متر، ايه القرار؟ خدنا 4 أيام. ما تخافش يا جعفر، يا ما دقت على الرص قول يا ابني، ربنا معاك، ما تخافش يا فتح الله مفيش غيره. ايه حل القصه دي يا متر؟ لازم نسرع تفريغ كاميرات لبنان بسرعه، ولو الكاميرات دي طلعت مش جايبه حاجه والعياذ بالله هيبقى فيها اعدام. ولو القاضي طلع حنين هيديله مؤبد. اعدام ايه ولا مؤبد؟ ايه تفهم من بقك وبتفهم؟ ده قلب يا ست سوريا. محلوله باذن الله، محلوله يا متر ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والمعلم جعفر مكتبه مقفول وخبط على بيته برضه مفيش حد. تليفونه مقفول برضه مش عارف اوصل له. لا المعلم جعفر تعيش انت. مات؟ لا لسه هيموت. اصله بعيد عنك كده هياخد اعدام. مسكوه في المطار معاه مخدرات. انت مين يا نجم؟ انا صاحبه. صاحبه؟ تصدق يا ابني المعلم جعفر ده دماغه في الشريش؟ تصدق خالتك هي اللي دماغها في الشريش، انت راجل مش محترم. انت بتكلم مين كده يالا؟ في ايه يا عم؟ انت بتكلم مين كده يا لا استنى يا خاوي. عيل قليل الادب. عيل صغير. عارف. يلا يا ابني، يلا اشفك لعيشك، يلا. يلا. في ايه يا كريم؟ خلي معاك صغير. انت شايف عيل قليل الادب يا حاج؟ اسكت اسكت اسكت. وزعوا شربات يا ولاد، وانتوا وزعوا الاكل والحلويات. هاتوا الشربات، هات.
الشربات اللي بيتوزع ده عشان حاجات كتير قوي. اولها خروج شوقي بيه فتح الله اخويا، وتانيها جواز شوقي بيه فتح الله اخويا من ولا بلاش، بدل ما نقلب المواجع على الجيران. ومن النهارده اي حد في المنطقه عنده مشكله شوقي بيه فتح الله موجود، كبير المنطقه. ليه كده يا كارم؟ ليه كده يا ابني؟ افتكر لنا الخير، افتكر لنا اي حاجه حلوه عملناها له. هو انت مش فاكر لما جعفر علقك على المعبره دي 3 ايام وكنا بنستنى لما ينام عشان نطلع لك الاكل بالزعافه؟ ايه ده يا طنط؟ هو ده اللي علقه جعفر 3 ايام اللي حكيتيلي عنه؟ هو ده كرم فتح الله. ربنا يفك حبسه ويحسن ذكراه. هيفك يا ابني، هيفك. أوه. اوعى تسمع كلام الحاجة وتفتكر لنا الخير. أنا عايزك تفتكر لنا الشر وبس، سواء اللي فات أو اللي جاي. يلا أنا عايز الكل يشرب ويفرح. شوقي بيه فتح الله كبير المنطقة بقى موجود، افرحوا. وزعي يا حاج على الكل. أنا قلت أنت حابس نفسك فوق. أنت عارف أنا جيت ليه يا سيد؟ جيت عشان أعرفك حاجة كانت مجنناني يا أخويا طول ما أنا عايشة معاك. شايف أنت من غير جعفر إيه يا سيد؟ ما تسواش أي حاجة يا أخويا. كويس إنك عرفت مقامك يا سيد. يا راجل ده أنت مش عارف ترفع عينك وتبص في عينيا، ولا حتى قادر ترفع عينك وتبص في عين الرجاله اللي ضربوك. ده انت حتى كمان يا اخويا بقيت ماشي في الشارع مش قادر ترفع عينك في وش اي حد في السيده زينب. انا متضايقه قوي. هو ما يستاهلش اللي هو فيه ده خالص، ما يستاهلش ان هو يتسجن اصلا. ليه؟ هي مش المخدرات دي ممكن تكون بتاعته بجد؟ لا طبعا. وايه اللي خليكي متاكده كده؟ عشان انا عارفه كويس هو بني ادم كويس جدا، مستحيل يعمل كده. هو مش محتاج ان هو يعمل كده اصلا. عايده، هو انت خايفه على الفلوس وخططك ولا خايفه على جعفر نفسه؟ اصل لو اتعدم هتورثي كتير برضه. انت ما عندكيش دم، ما بتحسيش. انا ما يهمنيش اي حاجه غير ان هو يخرج من اللي هو فيه ده. محموق عليه بزياده انت، صح؟ انا في حاجه مش فاهماها. ازيك يا جعفر؟ انا قعدت في السجن 7 سنين، ما هنش عليك تزورني، وانت بقالك بس 2 3. وجيت لك، شفت يا ابو نسب انا احسن منك ازاي؟ انا عايزك تتعدم وقلبك مستريح. عارف طول عمرك شاكك ان احنا اللي عملنا كده. احنا اللي وزينا على مراتاتك، واحنا اللي سقطنا دلال وحرقنا قلبك على اللي في بطنها، واحنا اللي اجرنا بلال شامة.
وابنك بقى، ابنك محدش يعرف مكانه على وش الأرض غيري أنا. أيوة، أنا اللي عملت كده يا جعفر. بس أنا واثقة في جعفر يا صفصف، بس كمان نعيم عنده حق، هو في حاجة مخبيها. أنا أول مرة في حياتي ما بقاش عارفة جعفر بيفكر في إيه. يمكن خايف. لا، أنا ابني ما يخافش من حد. أنا ابني يمكن خايف على حد، يمكن البت دلال. أصل دلال دي كانت الحب كله، ما كانش يرتاح إلا في حضنها، كان بيستنى ليلتها، ولما يجيله شوق يفضفض كان يروح لها ويقعد يتكلم معاها. للدرجة دي؟ بس انتي لما ظهرتي اديتيها كتف. ايه يا بت؟ ايه هتطرشي في وشي؟ او يا بت تكوني حامل؟ حامل ايه بس يا صفصف؟ اها، كورونا. الله يخرب بيت ما جايبك يا جعفر. ايه؟ انتي واقفة بتعملي ايه يا جربوحة الجرابيع؟ كنت جاي اسالك يا ست الكل، الفحم ولع، ارص لك حجر؟ لا يتولع فيكي. انا هوية آلية انك واقفة بتتصنطي عليا. انا؟ لا 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 خالص، ده انا هعمل لك شاي مع الحجر يا حاج، هعمل لك شاي. البت دي بعت لك صورة بلال على الواتس وعنوان الغرزة اللي على طول متلقح فيها، بس خد بالك دي صورته يجي من 20 سنة، مش دلوقتي. دلوقتي دقنه وشنبه مبيضين وشكلها انت من الأول. خلصانة، كله هيمشي. أنا عايزك تموتها يا سعد، بس يعني ما تبانش إنها موتة مقصودة. حادثة عربية حلوة. أي حاجة بس عايزك تموته بسرعة، مش هكرر عليك تاني يا سعد. شكله متغير كتير عن الصورة اللي أنا بعتها لك. اوعى تتص في نظرك وتموت حد تاني غير بلال. ما قلت لك خلصانة يا ست الكل، من العين دي قبل العين دي. ما تقلقيش، كلها 10 دقايق والتحليل هيطلع وندخل لدكتور تاني يطمنا. انا مستحيل اصلا ابقى حامل. ازاي يعني احنا ما لحقناش؟ ده هم كلهم كام يوم. هو انت ما بترديش عليا ليه؟ لا، هو الغريبه فعلا انت عملتي معاه كده. على فكره ده جوزي يا يارا. انا عارفه انه جوزك، بس هي غريبه برضه. ايه الغريب في كده يعني؟ جوزي وسافرنا مع بعض وحسيت يعني ان احنا مبسوطين. عايده يا حبيبتي، انت دايما بتحمسي لحاجات غريبه وده من واحنا صغيرين، لكن مش دايما بتكوني عايزه الحاجات دي بجد. الموضوع كان فلوس، ليه تورطي نفسك كده؟ هو انا ليه بحس ان انت ما بتسمعنيش وانا بتكلم؟ بتسمعي اللي على مزاجك وتردي عليه وبس. انا اصلا ضميري مأنبني بسبب حاجتين، اللي انت بتقوليه دلوقتي ده، وان انا لغايه دلوقتي ما قلتلوش ان بابا مات. ما ينفعش تقولي له. خلاص خليكي معايا، وتيجي بتقولي انك مبسوطه، لقيتي نفسك تمام كملي، مش تمام مش تلاقي خسران، تطلعي بالفلوس. لا طبعا انا لازم اقول له، بس انا كل ما باجي اقول له بخاف لا يشوفني حيوانه. مدام عايده عاصم، اتفضلي. مبروك يا مدام عايده. لا حضرتك ده بدري،
انا لسه متجوزه قريب. ما هو عشان كده احنا عملنا الBHCG. وبعدين انت مخضوضه ليه؟ كويس انك تعرفي بدري عشان تاخدي بالك من صحتك. مالك يا جعفر؟ فيك ايه؟ انت اتغيرت قوي. زمان لما كنت بلاقيك ساكت كنت بفرح، كنت بقول محدش غيري انا فاهم انت بتفكر في ايه. دلوقتي مبقتش افهم سكوتك خالص، ببقى نفسي تتكلم. مش عايزة ادي لنفسي فرصة واسأل ايه اللي اتغير. سايق عليك النبي يا جعفر تفتح لي قلبك زي زمان وتتكلم معايا. قول لي فيك ايه والنبي. بعد شقة سنين وصلت لبلال شامة، ويا ريتني ما وصلت له. انا مش فاهم انتوا قاعدين عاملين كده ليه؟ زي ما قلت لكم حد. هو انت ليه محسسني ان موضوع حملي ده حاجه عاديه؟ لا مش حاجه عاديه، بس المفروض اللي بيحصل ده يفرحك يعني يا عايده. والله العظيم انت ربنا بيحبك. انا بصراحه بعد موت ابوكي انا قلت ايه البنت النحس دي. بعديها عرفت قد انت محظوظه وقوي كمان. بس هو بس كله بوقته. ازاي بقى؟ عشان انت حامل من جعفر العمده، يعني بنك متحرك وما عندوش حد يورثه. ايه القرف اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت؟ ما تفوقي بقى يا عايده. هو انت متجوزاه عن حب يعني؟ ده غير ان حملك من جعفر العمده هيدخلك في نفق فلوس ما بيخلص. اكل الولد، مصاريف الولد، مدارس الولد، كلها بنود بتعد فلوس. انا مش فاهمه ايه الصعب ان انتوا تفهموا انا حاسه بايه. لما اتجوزته ما كنتش بحبه، بس انا دلوقتي بحبه. انا عارفه ان انتوا مستغربين من اللي بقوله، حقكم. اذا كان انا نفسي مستغربه. عمري ما تخيلت ان انا احبه، وعمري ما تخيلت ان انا ابقى حامل منه، وعمري ما تخيلت كمان ان انا اتجوز واحد متجوز 3 غيري. بس هي دي الحقيقه، وهو ده اللي انا حاسه بيه دلوقتي. يا ستي ماشي، بس اوعي بقى حبك لجعفر العمده ينسيكي تحبي الفلوس معاه. عايز ايه؟ خير. مين حبيبة اخوها؟ عايز ايه مني يا شوقي؟ عايز احرق دمك. محروق خلقه، وسيبني في حالي احسن لك. مش قبل ما تسمعي الفكرة اللي جاتني النهاردة. تخيلي كده اروح لجعفر واقول له دلال حبيبة القلب ورا كل اللي حصل لك، تفتكري هيعمل فيكي ايه؟ بلاش كلام فارغ والنبي، وشوف يلا انت رايح فين. حاضر. ولو وريته دي الصورة دي أنا بس كنت قلبة الدنيا على اللي اسمه بلال شامة ده، وبعدين لما لقيته هرب مني. والله أنا كنت بس عايزة أجيبه، عايزة أعرف منه إيه اللي حصل. قولي الكلام ده لجعفر. أبوس إيدك يا شوقي، اوعى توري جعفر الصورة دي. هي ايدي كانت مستنية البوسة بتاعتك. أنا عايز أفهم كل حاجة من الأول. حاضر حاضر، بس مش دلوقتي. ما يطلعش عليكي نهار بكرة إلا وأنت عندنا في البيت، تبوسي إيد أبوكي وأمك ورجليهم وتراضيهم
وتحكي لنا الحدوته من الاول وعملتيها ازاي. ده بس في الاول لحد ما اشوف هعوز منك ايه. حاضر يا شوقي. شفت البت سعدة؟ مع ان البت دي كنت بعاملها زي بنتي، كنت بدلعها وبطبطب عليها، عمري ما قلت لها حاجة وحشة. شفتي عملت ايه؟ بس انا بقى مش عارفة هي كانت بتنقل الاخبار لمين. تصدقي شكلها طيبة قوي، ما يبانش عليها انها كده خالص. ما تحكميش بالشكل، خسارة فيها الهدمتين اللي انا اديتهم لها. بس انا كنت شاكة فيها من الاول. طب ايه اللي شككك فيها يا طنط؟ من رصة الحجر. بنت القردة كان عليها رصة حجر، والحاج عبد الجواد قال لي اوعي تأمني لحد بيرص حجر الشيشة حلو. على كده بقى ما حدش يأمن لقهواجي في حياته. ايوه يا اختي، اتنقوزي انت كده وتنقوري يا صنافور المحطة انت. طنط هو انا لو قلتلك على سر ممكن ما تقوليش لحد خالص؟ طبعا يا بنت انت زي بنتي. ولا حتى جعفر؟ بصي اصل في حاجة حصلت كده انا مش عارفة يعني جعفر ممكن يعمل ايه لو عرفها، بس والله العظيم هي حصلت غصب عني. انا حامل. حامل؟ يا الف بركة، عشان تصدقي صفصف بعد كده، ولا احسن واحدة بتقرا فنجان. حامل. إياكي تقولي لحد لغاية ما أنا أقول لك إمتى. اوعي. ألف بركة. صباح الذهب الصيني على عيونك يا شوق. مش أنا اللي بتاع في دماغي. طمني، وصلت لحاجة؟ وصلت إن أنت راجل ذكي، فهمني أكتر من نفسي، فهمني أكتر من مراتي اللي هي أختك. أنت تعرف جعفر العمد مكان ابنه وأنت معكش ضمانة؟ يا نهار أسود، أبقى عامل زي اللي صايم بقاله سنتين والله أمه مسقعة له جيركن هيسوس. هيفتح الجيركن ويربعه على بق واحد ويكرمشه ويرميه في الزباله. انت هتبقى الجيركن ده شوقي، لازم ضمانه. انت راجل ذكي، لا يضمن لك انك تعيش غير انك تبقى ماسك ضمانه على جعفر العمده. بيني وبينك اليومين دول عقلي مشغول بحاجات تانية. عقلي مشغول بحاجه شوق لو ظبطت وعد يشهد عليه ربنا. وعد ايه؟ أبسطك. أبسطك يا شو، أبسطك يا أخو الغالي. تسلم يا باشا. حبيبي. تسلم يا شوقي باشا.
عايده رايحه فين؟ رايحه المهندسين. مش المهندسين من هنا؟ رايحه اوضتي يا سوريا. طب ما هتيجي تقعدي معانا والبنت نرجس ده احنا كنا عمالين نصح. تعالي صحي معانا. لا يا حبيبتي ميرسي، صحوا انتوا. ليه بس كده يا عايده؟ تعالي اقعدي معانا يا عايده. رايحه اوضتك ليه؟ تعالي اقعدي معانا، ما تقعديش لوحدك. تعملي ايه في اوضتي؟ هي دي اوضتك؟ تخيلي. معلش يا عايده اتلخبطت، لقيت رجلي جايباني على هنا، نسيت ان اوضتي هناك. ايوه حاضر جايه اهو. ايوه سيف يا حبيبي، وحشتني يا حبيبي، وحشتني يا ريحة الغالية. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبي؟ معلم جعفر العمدة، خالتي نجوى، اتقابلته في الدفنة. طبعا. ازيك يا معلم؟ ازيك يا حاجة نجوى؟ طب ايه يا خالتي، مش هندخل؟ لا يقطعني معلش. اتفضلوا طبعا، لما شفتك من فرحتي نسيت. اتفضل يا رب يا ساتر. خش يا سيف. والله فرحتني يا سيف. انا قلت انت هتقطع بيا بعد موت فاطمه الله يرحمها. الله يرحمها. لا يا خالتي المرة دي ما تحسبش، يعني أنا بعد كده بقى أجي عندك يومين. أنا النهارده المعلم جعفر هو اللي جايبني والله. المعلم جعفر يآنس ويشرف، بس خير. خير يا ست نجوى. كنت جاي اسالك على واحد من عيلتكم اسمه بلال شامة. بلال ايه يا اخويا؟ بلال شامة. بلال شامة يا خالتي ده واحد كده أنا كنت شفته مرة واحدة بس في حياتي، بس ماما الله يرحمها كانت قالت لي إن هو قريبنا من بعيد. هو والمعلم جعفر كان عندهم مشكلة مع بعض كده، ومعلم المرة اللي شافه فيها طلع يجري وراه، الراجل خبطته عربية ومات. قمر يا صفصف. عارف. طب ليه ما بتفكريش تعملي شعرك احمر تغيير؟ يا مصيبتي وابقى لون العفاريت كده؟ لا يا بنتي لا. انا جبت الكوافير بتاعي وقلت له اعمل لي نفس اللون بتاع البت دلال، راح مفحمني كده ابن المفحمه. حلو الاسود، بس هو مشكلته ان هو كبرك حبتين. شفتي بقى اهو كلامك الرزل ده اللي بيضايقني منك. ايه يا صفصف، هو انت اي حاجه بتعصبك كده بسرعه؟ ما هو انا في حاجتين يا بنتي بيضايقوني من البني ادم، اللف والدوران والغباء. وانا بقى ايه فيهم بالظبط؟ الاولى لما تيجي عاوزه تكلميني في موضوع تقعدي تلفي وتدوري وتلفي وتدوري لغايه ما تدروخي كده، بس الشهاده لله بقالك كده فتره ماشيه مظبوط، عشان كده انا بفتح لك قلبي وانت كمان عاوزاكي تفتحي لي قلبك. مش فاهمه. بتحبيه؟ هو مين ده؟ يعني هيكون جوز امي؟ مين يعني؟ قصدك جعفر. اهو انت دلوقتي بقيت الاتنين، الغباء واللف والدوران. جعفر يا بنت. شوفي بقى يا بنت الناس، اوعي تتكبري على مشاعرك. انا عارفه انك انت بنت اصول وطينه غير الطينه، بس لازم تعرفي ان الحب ده عباره عن مجموعه مشاعر كده وقلوب ربنا مجمعها. بحبه. طب وبتعيطي ليه؟ هو الحب نكد؟ عشان مش عارفه ان انا حبيته ده صح ولا غلط. يا بنت العبيطه ده جوزك. عندك حق. لا لا لا، انا ملياش في الكلام ده. اذا كان اعراض الحمل هتنكد عليكي روحي اختي شقتك اتنكدي لوحدك، انا ملياش في مسلسلات دموع في عيون عايده. ايوه كده، فرفشي يا اختي فرفشي. انا عايزه اقول لك على حاجه كمان يا صفصف. قولي يا غاليه. انا ما حبيتش جعفر لوحده، انا بقيت احبك انت كمان قوي. يا بتفهمي يا بنت، بتفهمي، شاطره. المفروض انك انت تحبيني اكتر يا بنت. تيجي سيره الحب وافتكر عبده، يا سلام، كان بيجي ياخدني من المدرسه ويوديني الملاهي. اول مره في حياتي كنت اركب المراجيح،
بس انا خريجه اعداديه، انا اتجوزت عندي 15 سنه، امال يعني كنت هخلف الواد سيد الخنشور ده ازاي؟ يا عبدو، لو النبي ما تطلعيش الصوره. اهو ما هو وانت سايبه حته مش حاطه صورته فيها. هنا اقرب لو النبي عارفاه عارفاه، ما انا متجوزه ابنه. بقول لك يا صفصف، انا بفكر اقول لجعفر ان انا حامل. لا مش دلوقتي، اصبري بس شويه، انا هقول لك امتى. طب انا عايزه اسالك على حاجه كده بيني وبينك. هو جعفر ممكن يسامح حد لو خبى حاجه عليه؟ ما هو على حسب الحد ده مين. طب لو انا الحد ده وخبيت حاجه عليه، ممكن يعني ان هو يسامحني ولا ما بينساش؟ ما هو على حسب برضو انتي مخبيه ايه. بصي، هو الواد جعفر ده شوفي ابني كده، بس ايه له طبع غريب شويه. ايه يعني ممكن تبقى حاجه كبيره قوي 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 وتلاقيه سامح فيها، وحاجه تافهه ما حدش يزعل منها وتلاقيه قفش وزعل. طبعه غريب طالع لي. الله يطمنك. انتي مخبيه ايه بقى؟ انا مش مخبيه حاجه، انا بفضفض معاكي بس. اطلع الصوره بقى. لو النبي. طب خلاص يا عبدو خليك. وبعدين يا بنت انت قاعده بالجزمه على الفرشه اللي انا هنام عليها. اهدى يا ساتر، مفيش احساس. انا عايزه اقول لك على حاجه. وانا عايز اسمع. انا عندي ليك مفاجاه. وانا كمان عندي ليك مفاجأة. قول. لا بعدك. لا قول انت الاول. حولت لك فلوسك على حسابك عشان تخرج ابوكي من السجن. ايه؟ مش مبسوطة؟ لا مبسوطه. طب ايه مفاجأتك؟ انا حامل. ليه؟ يعني ايه ليه؟ يعني ال 40 مليون ما كفوكيش فطمعانة في أكتر. عارفة حولت لك الفلوس إمتى يا عايدة؟ أول يوم وصلنا في لبنان شفت في عينيكي بصة عمري ما شفتها في حياتي. أغلى بصة في التاريخ ب40 مليون جنيه. بس الظاهر انهم ما كفوكيش، قلت اجيب من جعفر العيل اللي بيه اشفط فلوسه كلها. انت ازاي تقول لي كده؟ انا كنت فاكره ان انا اغلى واحده عندك، حتى لو كنت مانعهم كلهم يخلفوا، انما انا غير اي حد. لما اقول لك ان انا حامل هتفرح. افرح؟ طب ده حتى يبقى عيب. افرح وابوكي ميت. والله العظيم كنت هقول لك، والله العظيم. اللي فاتك يا انت هتنزليه بالذوق احسن ما اتصرف بمعرفتي. شربت غريبة دي. انت شاكك ان هو ابنك يا جعفر ولا نفسك يكون ابنك؟ شاكك. شاكك ونفسي يا أم. شاكك ونفسي. مش يمكن سيف ده يكون مزقوق عليك يا جعفر؟ سيف لا. ما تزعلش من اللي انا هقوله لك يا جعفر. ما تخليش شوقك لابنك يخليك تفكر غلط. ما تخليش حبك لسيف يخليك تفكر ان هو ابنك. يا ابني عيش حياتك بقى وسيبها لربنا. لو ربنا رايد يرجع لك ابنك هيرجعهولك. عارف ستي الله يرحمها كانت دايما كده لما تيجي حاجة تضيع مننا
تقول لنا اللي تبطل تدور عليه هيتلقى لوحده. الله يرحمه. ستك كان قصدي على حاجة ضايعة. أنا ضنايا اللي ضايع. طب بقول لك ايه، انا في موضوع تاني عاوزه اكلمك فيه يا جعفر. خير؟ عايده حامل. فين الموضوع ده؟ هي قالت لك؟ جعفر طب ما فين الموضوع ده خلاص. ايه يا عايدة؟ لما شنطك رايحة على فين؟ رايحة عند بنت خالتي. لا ده انت مسافرة عند بنت خالتك، مش رايحة لها بس. لا مش مسافرة، راح اديها لبس. نسيت اقولك. مبروك يا نونة. أنا مش عايزك في بيتي، اطلعي بره. اروح فين بس يابا دلوقتي؟ اروح الشارع؟ ده المكان اللي تستاهليه زبالة الشارع. كنت قاعدة في بيتك متهنية ومتستتة وكل طلباتك مجابة، لكن انت بعتي وخنتي واديكي بتاخدي جزاتك. والنبي يابا ما ينفعش. جعفر لو عرف انك بيتي في بيتي هيحصل مشكلة. انت خايف على زعل جعفر ومش خايف على اللي بيحصل لبنتك؟ ايوه خلاص، تبقيت الليلة ده عشان احنا في انصاص الليالي، بس من بكره تشوفي لك مطرح تاني. والنبي يابا خليهم بس كام يوم لحد ما اعرف ادبر لي مكان تاني، والنبي. ماشي، بس لا تاكلي من اكلي ولا تشربي من شربي. اكلك تجيبيه لنفسك. ماشي يا عايدة. جبتيها امتى؟ استلمتها من 3 شهور وفرشتها، وكنت ناوية أجرها، بس أنت أولى يا جميل. شكرا. بطلي عبط، بس أنت لازم تفهمي دلوقتي هتعملي إيه. مش عارفة، أنا من ساعة ما قال كده خفت وهربت. أنا أصلا مش عارفة إزاي هو قدر يقول لي كده. وإنك تهربي ده مش حل. ما أنا عارفة. عايزة رأيي؟ أنت كنت داخلة الجوازة دي عشان الفلوس، والفلوس وخدتيها. نزلي البيبي
ارجعي لحياتك الطبيعيه بقى. انا اصلا مش بفكر ان انا انزل البيبي. نعم. عايزه ارجع لجعفر فلوسه. انا مش فاهمه ايه اللي حصل لك. انا كمان مش عارفه. ساعات الدنيا بتحطنا في مواقف ما نتخيلش ان احنا نتحط فيها. انا كل اللي حصل لي الفتره اللي فاتت، من سجن بابا لموته للسيده زينب، فكل ده احسن حاجه حصلت لي هي اليومين اللي سافرتهم مع جعفر. يمكن هو ده احسن احساس حسيته في حياتي. انا من ساعه ما عرفت ان انا حامل وانا مش قادره اصدق ان اللي في بطني ده ابن جعفر اللي انا داخله انصب عليه. بس هي الدنيا كده، ساعات مش بتبسط ناس للاخر. عايدة فين يا يارا؟ عايده؟ مش عارفه. هو في حاجه ولا ايه؟ من غير لف ودوران عندك ولا فين؟ بالراحه بس، انا فعلا ما اعرفش هي فين. طب لو قابلتيها وكلمتك لولا يا ست ما تسيبش بيت جوزها الا ما تستأذن. كده كده هوصل لها، بس لو وصلت لها قبل ما ترجع لوحدها حسابها هيبقى تقيل. لولا كده. يا معلم جعفر. يا بلبل، ده فين؟ انا مع يارا بس بعدت طبعا دلوقتي، وسمعتها وهي بتكلمك. عايدة عندكم؟ لا والله العظيم مش عندنا. امال فين؟ معرفش بقى، هعرف اقول لك. بقول لك ايه، جعفر لسه قافل معايا دلوقتي حالا. طب وصوته كان زعلان وهو بيتكلم؟ ده صوته يخض، وبيقول لي تبقي تقولي لها الست ما ينفعش تسيب بيت جوزها، بس ما تخافيش، ما قلتلوش مكانك فين. عملت هبله. ماشي يا رأفل انت دلوقتي. باي. حسيت ان انت بعد ايه يا وداد؟ بعد ايه؟ بعد ما اتقلت كرامتي قدام الحاره كلها؟ طيب افرض انا عايز ارجع لك دلوقتي، هعملها ازاي؟ طيب هعملها ازاي؟ ده انت ما سبتيش باب واحد موارب ما بيننا، وانا اللي كنت سايب لك كل بيباني مفتوحه. كنت بشوف في عين اخويا وامي وصباح، حتى نعيم اخوكي، كانهم بيقولوا لي انت قابل على نفسك كده ازاي؟ ده انا الحب اللي حبيتهولك، الحب اللي حبيتهولك يا وداد يكفي ستات العالم كله. انسى يا سيد والنبي وسامحني، وانا اوعدك والله العظيم ان انا هكون ما بين ايدك دي لايدك دي، بس سامحني ربنا يخليك. لا، انت زي السرطان يا وداد، زي السرطان، ما يروحش بالمحايلة والطبطبة، لازم يتشال، يترمي زي ما انت مرمية دلوقتي. ودي بس العيب على رب.
ايوه حاضر حاضر. مالك؟ مالك يا عايدة؟ عملت اللي في دماغك، قتلت اللي في بطني وعملت اللي في دماغك، استريحت. انا بكرهك وعمري ما حبيتك وعمري ما اتجوزتك عشان فلوسك، عشان اسرقك. ارتحت كده دلوقتي؟ مين اللي عمل فيك كده؟ انت هتستعبط، انت اللي عملت كده، انت جاي تشمت فيا. انا بموت. الحمد لله على السلامة. ده بيعمل ايه هنا؟ استني بس يا عايده، معلم جعفر هو اللي جابك هنا، واقف على رجله من امبارح مرعوب عليكي. والله العظيم مستحيل يكون هو اللي عمل كده. هو اللي قالك تقول لي كده؟ مش هلوم عليك يا عايدة، هسكت ونبقى نتعاتب بعدين. وتسكت ليه؟ ما تقول ان انت عملت اللي في دماغك. قول ان انت بعت الستات يضربوني ويسقطوني، مش هو ده اللي وعدتني بيه؟ اوعى تكون فاكر ان انت جاي هنا عشان تشمت فيا، بالعكس انا اللي شمتانه فيك. انت فاكر ان انا كنت عايزه اخلف منك؟ ده انت غلبان قوي. لو كنت صبرت شويه كنت انا اللي سقطت، ما كنتش تعبت نفسك ولا حاجه. اوعى تكون صدقت الكلمتين اللي انا ضحكت عليك بيهم، دول كلهم كذب. قصتي معاك اولها فلوس واخرها فلوس، واسالهم. اما بالنسبه للحمل بقى فده كان اكبر غلطه، وبرافو عليك اديك صلحتها. وبجمله التصليحات بقى يا ريت تطلقني، ده لو عندك كرامه. عندك كرامة؟ رحمة ربنا بيك يا عايدة، لك راقدة الرقدة دي، ولا الرقدة دي كنت اتضربت قلمين قبل ما تطلقي. حظك انك تطلقي من غير القلمين. تطلق وحياة ابويا ما هسيبك يا جعفر. كنا كويسين، وضوح بوضوح، تقولوا رحمة ابويا مش وحياة ابويا. وانا كمان عشان ابقى صريح معاك يا عايدة لازم تبقى فاهمة ان انت جوازة من 4. واحدة حلوة عجبتني، شاورت لها جات لي وخدت اللي فيه النصيب. ورقة الطلاق توصلك تحطيها مع شهادة وفاة ابوكي، يدفوا بعض. استنى بس يا معلم، معلش هي تعبانه دلوقتي يا معلم. قعدت يوم، قعدت سنة يا بلبل، فلوس المستشفى ما تشيلش همها. انا مش هسيبه، مش هرتاح يا يارا غير لما انتقم منه. هو انت بتعملي كده ليه؟ عشان هو يستاهل كده. هو انت حبيتيه قوي كده؟ انت كل حاجه مشيت معاكي صح يا عايده، وانت اللي اتصرفتي غلط. انت رايحه تحملي منه، وحتى بعد ما حملتي تروحي تقولي له؟ انت جاتلك الفلوس لحد عندك وعارفه انه انسان مش كويس،
وتاني دلوقتي مصممه انك تعكي الدنيا وجايه بتقولي عايزه انتقم، كل ده عشان ايه؟ عشان ابني. هو من امتى وانت عايزه تخلفي عايده؟ من ساعه ما بقيت حامل. انا مش هسيبه، انتوا مالكوا؟ انت بتحبيه والطلاق ضايقك يا عايده. وادي الدكتور النفساني اللي معانا، سياده المحلل، وايه كمان بقى؟ هو انت بتكلميه كده ليه يا عايده؟ عشان انت بتكلمني من طرف مناخيرك وانت مش حاسس باي حاجه. لا مناخيري ولا عينيا. حبيبتي دي حياتك واعملي اللي انت عايزاه، وانت اللي هتشيلي التين لوحدك. انا ماشي. ما تقعد بقى، بطل هبل انت كمان، اقعد يا بلبل. عايده احنا مقدرين انك متضايقه، بس انت لازم تفهمي حاجه، انك مش محتاجه لكل ده دلوقتي. انسيه بقى، انت طالعه كسبانه وكسبانه قوي كمان. انا عارفه كويس انا هعمل ايه. كمبيوتر قال لك انا؟ هي دي. بتعمل ايه يا انا؟ ده بيتي. بيتك؟ هل انت اللي بعت الرساله دي؟ انا اللي بعت الرساله. انا كنت داخله من الاول تستغل الموضوع ده وتقلب لي قرشين زياده، ولا الفلوس اللي خدتها ما كفتكيش، فقلت استغل نقطه الضعف وادخل له منها. اخترت اوحش باب الناس كلها فاكرينه باب دخول، وما بيتفتح ورجليهم بتخط منه، بيعرفوا انه باب خروج. عملت كده ليه؟ مش محتاجه ان انا ابرر لك. لا محتاجه عشان ما تخسريش اكتر. انا ما بقاش عندي حاجه اخسرها خلاص. بدايه معرفتك كانت بدايه خساره كل حاجه يا جعفر. ليه؟ كنت داخل بنية سودا، ولا كنت داخل طبعا فيكي وفي فلوسك؟ عايز تعرف بعت الرساله ليه؟ عشان موجوعه منك. كنت عايزه اوجعك زي ما وجعتني بالظبط عشان بحبك. انا لو عليا اطلع قلبي واديله 100 جزمه انه عم. يستاهل. القلب الطماع يستاهل يضرب 100 جزمه. كان يتعظ. ما تقوليش بحبك تاني، باين عليك الكذب ومش لايق عليكي. بقولي بحب فلوسك. بحب فلوسك.
اتفضل. شكرا. هو اللي بعتك؟ لا والله ابدا، انا جيت من نفسي بعد ما شفت اللي حصل ما بينكم. كنت جاي عايز اقول لك كلمتين. عاوز تقول ايه؟ انا مش عايزك تزعلي من جعفر من اللي هو قاله. وكنت جاي اقول لك حاجه واحده بس، جعفر بيحبك وبيحبك قوي كمان. واللي يحب حد يعمل فيه اللي عمله؟ وانتوا ايه اللي كلكع الدنيا قوي كده ما بينكم؟ انا كان عندي مشاكل. ابويا كان في السجن وجعفر عرض عليا ان هو يتجوزني مقابل ان هو يسدد الفلوس لبابا. ابويا مات في السجن وانا ما قلتش لجعفر، هو عارف قبل ما اقول له. طب وانت ما قلتلوش ليه؟ عشان انا كنت وحشه. اتجوزت جعفر بس عشان اخد منه الفلوس لابويا، ولما ابويا مات ساعتها ما كنتش لسه حبيته. اصحابي نصحوني ان انا ما اقولوش عشان ما اخرجش ايد ورا وايد قدام، وكل ما كنت اجي اقول له كان لساني بيتربط. بس ده مش مبرر برضه يخليه يعمل اللي هو عمله. لا هو مستحيل يعمل كده، ده صاحبي وانا عارفه كويس، وهو راجل قوي وكل حاجه، بس قلبه ده ما فيش اطيب ولا حن منه على فكره. والله العظيم انا اللي جابني هنا الزعل اللي شفته على وشه من ساعه ما طلع من باب بيتك. وبعدين جعفر ده معلم كبير، يعني اكيد في مليون واحد عايز يأذيه. يعني هو ما جاش على بالك مثلا ان اللي عمل فيكي كده ده هو نفس الشخص اللي خطف ابنه زمان؟ هو انت عارف كمان موضوع ابنه؟ بقول لك صاحبي شيء. ازيك يا سنافور المحطة؟ وحشتيني يا بت. حلو حلو، ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده؟ انت ايه اللي جايبك هنا يا ولد؟ والله يا حاجه صاحبي وجايبه لم وراه يعني. لم يا اخوي. وحضرتك عرفتي عنوان البيت منين؟ يا بت يا بت انت مش مقدره، ده انا خريجه الاعداديه، يعني انا لو عايزه اعرف حاجه هعرفها. الكدب خيبه. عرفتي يا اختي من سوسو بوسو بتوعك اصحابك المقاطيع. يرضيك يا طنط اللي ابنك عمله فيا ده؟ يا هبله، ما هو انا جايه لك علشان كده، عشان عارفه انك انت هبله وانت عارفه كده. شوفي يا عايده، انا ست لا بعرف الف ولا دور ولا اعرف اكذب. انت يوم ما جعفر ما اتجوزك انا ما فرحتش، زي ما فرحتش لما اتجوز دلال وبعدها نرجس. المره الوحيده اللي انا فرحت بيها لما اتجوز سوريا، مع اني ما كنتش بحبها، ما كنتش طايقاها، وكنت مستخسره الولا فيها، وكنت حاسه ان هو كتير عليها قوي. بس فرحت علشان عرفت ان ابني خلاص هيرتاح وهيتهنى. بس بعد الجوازات التلاتة واللي انتي اخرهم، عرفت ان ابني جاب لحياته الهم والغم. كترة الجواز يا بنتي تجيب الغم. على فكرة أنا مش جاية لك النهاردة عشان أقول لك ترجعي له ولا ما ترجعيلوش، دي حاجة ليكي، مع إن أنا بحبك زي صباح. أنا جاية لك النهاردة عشان أدافع عن جعفر، أدافع عن ابني. ابني مش ممكن يعمل كده، ابني عمره ما يأذي. والله العظيم يا حاجه كنت لسه بقول لها نفس البقين. يا واد خليك في حالك أنت. الله، هو جعفر هنا؟ لا. امال الشاي ده بتاع مين؟ ده بتاع انا يا حاج. خدتي بالك يا عايده؟ جعفر عمره ما يأذي. تعرفي يا طنط، انا عمري في حياتي ما تمنيت ابقى ام.
عن اذنكم البيت بيتكم. جرى ايه يا وصيفة؟ دماغك وديتك فين؟ هو بيقابل جعفر كل شوية، يمكن شافه وهو بيعمل كده وبيقلده وخلاص. ما تخليش دماغك تاخدك بعيد يا وصيفة. ليكي وحشة. اللهم صل على النبي. ايه اللي جابك؟ خير؟ أنا هجيلك سكة ودغري. أنت جايز ما تعرفنيش كويس لحد دلوقتي، بس أنا ما بكرهش في حياتي قد اللف والدوران. مين اللي قالك على مكاني؟ طنط وصيفة مش كده؟ أيوة يا حبيبتي، طنطك وصيفة الحاجة. هعرف منين يعني أنت فين؟ وعايزة إيه؟ أنا جاية أقولك إن الطلاق مش آخر الدنيا، والرجالة هي على قفا من يشيل. بس مشكلتك الوحيدة معايا يا عايدة إنك سبتي كل الرجالة واخترتي جوزي. عايزة إيه يا دلال؟ يا عايدة مش هنضحك على بعض، أنا سامعاكي بودني الاتنين دول وأنت بتتكلمي مع حد على التليفون عشان تاخدي فلوس من جعفر. تمام يا ستي، مش مشكلة، كل ست من حقها تأمن نفسها. واديني خدت الفلوس وخسرت ابني. تقرأ أفكاري. أنا وأنت يا حبيبتي شربنا من نفس الكاس ومرينا بنفس الظروف، بس ورحمة أبوكي بلاش نفضل مشغلين الاسطوانة دي، الودن مش مستحملة. أنا عارفة إنها لحظة قسوة كبيرة قوي من جعفر إنه يعمل حاجة زي دي، بس والله العظيم دي مش شخصيته خالص، محدش عارفه قدي. هو جعفر اللي عمل كده. الله، هو أنت ما تعرفيش؟ لا عارفة. المهم انت عرفتي منين؟ هو اللي قال لي، وقال لي كمان حاجة غريبة، عشان كده جيت لك النهارده. قال لك ايه؟ قال لي إنه ناويلك على نية سودة عشان الفلوس اللي انت قلبتيها منه. هيلبسك قضية، يحبسك ويرجع فلوسه. بصي يا عايدة، زي ما قلت لك في الأول أنا هجيلك سكة ودغري. أنا مش جاية أقول لك الكلمتين دول عشان خاطر سواد عيونك ولا فارق لي أصلا يحصل فيكي، أنت عارفة إن أنا أصلا ما بطيقكيش. تمام؟ أنا جاية هنا عشان خايفة على جوزي، خايفة يحصل له مصيبة من تحت راسك. امشي يا عايدة، خدي القرشين وهربي بره مصر، روحي أي حتة بعيدة. وجودك هنا في خطر عليكي وخطر على جوزي، وأنا بصراحة مش هستحمل يحصل له أي حاجة من تحت راسك. أنا كده جبت النهية وعداني العيب. شكرا يا دلال. على إيه يا حبيبتي؟ ما أنا قلت لك مش عشان سواد عيونك يكش تولعي، أنا بعمل كده عشان حياتي ما تبص. سلام. انا لازم اهرب من هنا بسرعه. اهدي بس، مش كده اكيد مراتي دي بتضحك عليك يعني. لا طبعا، هتضحك عليا ليه؟ انت اصلك مش عارفه حاجه، ده قتل اخوها قبل كده. قتل اخوها قبل كده؟ يا نهار اسود. طب انتي مصدقاها قوي كده ليه؟ هتكذب عليا ليه؟ انا خلاص اتطلقت من جعفر وسبت لهم الدنيا باللي فيها، ايه مصلحتها انها تعمل كده؟ طب هتسافري فين طيب؟ هسافر دبي.
وبعدين ابقى اقرر من هناك اروح فين. اعملي اللي يريحك، بس تفتكري لو سافرتي هو مش هيعرف يطولك؟ انت محتاجه تحلي مشكلتك قبل ما تسافري، عشان على الاقل لو هتسافري ما تقعديش هناك خايفه كده. كل حاجه في ايه يا بنتي يا مقيحة؟ شفت حاجة غريبة حصلت مش مريحاني. شفتي ايه؟ شفت البت دلال وهي خارجة من بيت فتح الله وعمالة تتلفت حواليها يمين وشمال زي ما تكون عاملة. واحنا هنفضل كده لحد امتى يا سرايا؟ كده اللي هو ازاي يعني شاغلين بالنا بدلال وعيلة فتح الله ومشاكل مش عارفة مين مع مين، واحنا فين من ده كله؟ فين حياتنا؟ انت عارفة يا سرية، انا النهارده السنة التامنة ليا مع جعفر. في ايه يا بت مالك؟ في انه اتسرق مني 8 سنين، 8 سنين من عمري بجري في سباق ملوش اخر. لا عرفت اجيب عيل ولا اعمل بيت، دايما شاغله بالي باللي حواليا ومشاكلهم وناسيه نفسي. انا تعبت يا سرية، تعبت. طب بس والنبي بس، في ايه بس في البيت ده؟ حصل ايه بس؟ قلت له امسك في الست نجوى عشان نتغدى مع بعض. افتكر ان انا متحفظ عليكي، ما تزعليش. حقك عليا يا ست نجوى، منوره السيده زينب كلها. خير يا ست الكل، اموري. أنا عارفة مكان ابنك. ابننا؟ أيوة. أنا هقول لك على الحكاية كلها من أولها. أصل بلال شامة كان معاشم أختي فاطمة بالجواز زمان. فاطمة أم سيف؟ أيوة. بعدين دخل عليها بعيل وقال لها خليه عندك. بعد كده عرفت إن هو عايز يخلص من الواد، فكدبت عليه وقالت له إن الواد مات وخدته ربته زي ابنها. ده عيل تاني غير سيف؟ لا، هو سيف. سيف ابني؟
ايوه. انت متأكدة من الكلام ده ولا عايزة توجعي قلوبنا؟ لا، متأكدة. قلت له ولا لسه؟ حاضر حاضر. جه اليوم اللي الملكة تفتح الباب. أنا مش عارفة بيطفشوا مني ليه الشغالين. عايدة، أهلا وسهلا يا حبيبتي، اتفضلي. يا أهلا وسهلا. إيه مالك؟ جعفر عايز مني ايه يا طنط؟ هو مش خلاص طلقني وسقطني؟ عشان خاطري خليه يسيبني في حالي. أنا مش فاهمة حاجة. مش مهم تفهمي يا طنط. جعفر عايز يأذيني. مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ مش مهم مين اللي قال لي، مش مهم أي حاجة. المهم إن أنت تخليه يسيبني في حالي وقولي له إن أنا هرجع له الفلوس بتاعته، خليه بقى ما يأذينيش. الله يا بنت ما تقعديش تلفي وتدوري، قولي لي مين اللي قالك، اعدادي الموضوع عشان أفهم. دلال. يا أختي دلال. طيب ما هي البت خايفة، البت ما صدقت إنك مشيتي، خايفة إنك أنت ترجعي له يا هبلة. إيه قولك بقى، أنا شاكة إن هي اللي ضربتك على السلم ورقدتك في المستشفى، مش البت وداد. مش فارق معايا مين اللي عمل كده، كل اللي فارق معايا إنهم يسيبوني في حالي. أنا كده كده مسافرة وسايبة لهم الدنيا باللي فيها، عشان خاطري يا طنط خليه ما يأذينيش. لا يا بنتي، أنا ابني ما يأذيش حد عشره. طب قولي له عايدة بتقولك لو فارق معاك العشرة ما تأذيهاش. عن إذنك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا معلم. مزرعتك دي ونفسنا كانت عزيزة بتيجي ترقص لي هنا، كانت تجري مني وسط الشجر، لسه رشيقة. السلام عليكم. نورت يا معلم. ازيك يا حسين؟ كله تمام يا معلم جعفر. يا بركات يا نايم. معلم جعفر، والله العظيم لسه عايش يا معلم جعفر، ما توفتهوش المنية. ما توفتوش ايه؟ المنية. منية؟ ده دكتور بشري ده ولا دكتور بيطري؟ بشري يا معلم. يا باشا ولو بيطري في بيتها ما هو خنزير. خده واستنيه بره بركات. حاضر يا معلم. يلا يا دكتور. ربنا يخليك لينا يا معلم. الجدع ده لسه عايش ازاي؟ ومش اتهرس قدامنا؟ الخنازير عمرها طويل يا خنزر. خنزير. صح النوم. ايه ده؟ بقول لك يا معلم، انا نسيت اسالك على حاجه، هو انت هتعرف ابن فاطمه منين؟ قصدك ابني؟ انت عرفت؟ ربك بقى خلاني محتاجكش في اي حاجه، وفر لي جواز السفر والتاشيره والحساب البنكي والطياره. مين ده اللي خلاك تعمل كده؟ انا قلت لك طلباتي قبل كده يا معلم. على رأي الست ام كلثوم، قالت لك لسه فاكر كان زمان قبل ما الاقي ابني. لا يا معلم، انت لسه سائلني دلوقتي حالا، وانت نفسك تعرف مين اللي قال لي اعمل كده من اهل بيتك. معلش يا معلم، بس هو انت هتحايله ليه؟ وانت عايز تعرف منه ايه اصلا؟ ما خلاص ابنك والحمد لله